اليوم بغيت نشارك معكم واحد العرف او تقليد في امريكا من زمان كيديروه. هذه استدعاء من المحكمه وصلتني اليوم. ما تخافوش، ما كاين حتى شي حاجه غير عاديه. هذا الاستدعاء في المحكمه، استدعاء من المحكمه كيستدعيو اي مواطن امريكي كيصيفطوها عشوائيا للعنوان ديالك. بطبيعه الحال خصك تكون فايت 30 سنه. كيصيفط لك الاستدعاء باش تحضر مع هيئه المحلفين سميتها Official Jury Summons. Official Jury Summons يعني هيئه المحلفين. هذه يعني كونفوكاسيون او استدعاء لهيئه المحلفين. اش كيوقع؟ كتحضر انت في جلسه ديال محاكمه ديال متهم، وانت كتكون كتلعب دور جوج او بروكيرور جينيرال او وكيل الملك او قاضي او مهم من هيئه الحكم. كتحضر انت الجلسه وكتسمع الاتهامات في حق هذاك المتهم، وكيستشروا معك اشنو بطبيعه الحال منين كيوريوك القانون اش كيقول. القانون الجنائي اش كيقول في هاد التهم هادو، الاحكام والحقوق ديال المتهم. كيستشروا معك كيقول لك اشنو رايك في هذه القضيه وشنو يعني بحال غتحكم انت في القضيه. وهذا الحضور هذا وهاد الدعوه هذه او الاستدعاء كيكون اوبليغاتوار، ضروري غتحضر. وحتى لك خدام في شي شركه او موظف مع الدوله او لا حتى تكون رئيس ديال، ممكن يستدعوا حتى رئيس ديال جماعه، رئيس ديال مقاطعه، رئيس ديال حتى رئيس ديال ولايه ممكن يحضر. هما كيصيفطوا عشوائيا. وإلا ما حضرتيش كتكون عقوبات في حقك انت لانك ما احترمتيش القضاء في امريكا. القضاء في امريكا مقدس القضاء لا يعلى عليه. السلطه رقم واحد في امريكا هي القضاء. خص تحترموا، اي واحد كيحترم القضاء. انت ملي كتحضر، ملي ما كتحضرش كتكون عندك واحد الغرامه ديال $100 1000 درهم مغربيه، وممكن توصل العقوبه الوارنين اي انذار، وحتى الاعتقال 3 ايام. تعتقل 3 ايام الا ما حضرتيش. وفي نفس الوقت ملي كتحضر الجلسه عندك واحد التعويض مادي ديال تقريبا 70 حتى $80 كتعطي لك الدوله. وهاد القانون، هاد العرف الامريكي كيديروه على اساس انه كتستافد انت ماديا وكتستافد حتى من الجلسه. ملي كتحضر المحكمه كتعرف شنو كيدور في المحكمه، كتعرف شنو الوقائع اللي كيدوروا في المحكمه وكتستافد. وفي نفس الوقت الدوله كتستافد منك لانك كتاخذ رايك وكتعطي المحكمه واحد المجال كبير ديال المصداقيه وديال الشفافيه، يعني انه الاحكام كتصدر بكل شفافيه وبكل مصداقيه. هذا عرف زوين وقديم في امريكا. نتمناو تستافدوا منه وتستافدوا من هذه المعلومه هذه، وتحياتي للجميع.